ككوبي رايتر متخصص في المتاجر الالكترونيه، خليني اقول لك اهم 3 اماكن تاخد بالك من الكوبيز المكتوبه فيهم عشان تحقق ريفينيو عالي. اول نقطه السوشيال ميديا كوبي، وده هدفها الكليك، ان الشخص يضغط على المكتوب ده فيبدا يشوف المنتج من جوه عامل ازاي. فدورها ببساطه ستوب سكرولينج، ان الشخص يدخل يشوف على الويب سايت اللي بيتقال جوه، يدخل جوه ويهتم باللي انت بتقوله، تبدا تبني معاه العلاقه بتاعت ان انا ليه افضل حد يشتري مني المنتج ده، وتولد عنده الرغبه في الشراء منك انت تحديدا. ساعتها لما يجي يضغط على الاد تو كارت في النقطه الثالثه من نقط الشراء، انه يضغط على اد تو كارت او باي ناو، فانت دورك هنا انك اما هتتابعه بايميل فلو يخليه يشتري منك تاني او يسيب لك ريفيو ويبقى لويال ليك، وبعدها ايميل كامبينز بقى وتكمل رحلتك معاه كعميل انت بتحاول تحافظ عليه، او على الاقل خالص ما تسيبوش يخرج ويعمل اد تو كارت وايده فاضيه، لا يشتري كمان منتج والتاني والتالت، من وغيرها بقى من طرق الكونفرجن اللي ممكن نتكلم فيها براحتنا. ولكن اللي احنا بنتكلم فيه ان الكوبيز في كل مرحله مهمه، وحسب كل مرحله انت دورك تكتبها صح، سواء كنت كوبي رايتر او بزنس اونر بنفسك او ايا كان اللي بيكتب الكوبي. فدورك انك تكتب الكوبي حسب المرحله اللي فيها العميل بتاعك، حسب السيلز فانل، عشان تبقى بتكمل السايكل مع العميل وتخليه يشتري منك على طول او يشتري منك في مره واحده بكميه اكبر من كل مره، وبكده تحقق ريفينيو اعلى واعلى.